بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام على أزكى وأشرف خلق الله. إن شاء الله كم تكونوا بخير وتلاقينا الفيديو تاع اليوم بكل صحة سعادة وعافية. جبت لكم هذه الوصفة الجزائرية التقليدية اللي هي البسبوسة على الطريقة الأصلية. ما شاء الله تجي بنينة بنينة قد ما نحكيو على بنتها ما كانش كيما تجربوها. جبت هنايا كمية تاع السكر. بالنسبة للكيلات تاع السكر ديري كيلة تاع سكر بزوج كيلات تاع ماء. راح نبدا نكرمل هذاك السكر تاعي حتى نتحصل على لون ذهبي. ما تخليوش السكر تاعكم يحمر بزاف. نزيد له ديطونج تاع القرص ونعمر له بالماء ولا له عليه الماء ونخليه يطيب على نار تكون هاديه. هنايا البنات جبت 5 حبيبات تاع بيض يكونوا ما شاء الله كبار، لان راح ندير دوبلا وراح نبدا نحط لهم كيله تاع السكر. الكيله تاعي كيف مادام درت 5 حبيبات تاع بيض كبار راح ندير الكيله تاعي تاع السكر تكون كبيره، ونبدا نخفق بالخفاقه الكهربائيه. درت لهم شويه تاع ملح وراح نحط مغرفه تكون كبيره تاع لافاني ونبدا نخفق بالخفاقه الكهربائيه. واللي ما عندهاش دير غير الفويل اليدوي ولا الخلاط اليدوي حتى تتحصل على قوام يكون ابيض نوعا ما، يعني اللون تاعو يبيض شويه ويطلع الخليط نتاعك. ونبدا هنايا نحط في الزيت نفس الكيله تاع السكر هي نفس الكيله تاع الزيت، ونخلط هنايا بالتدريج حتى نتحصلوا على هذا القوام الرائع. راح نبداو نحطوا في الكيله تاعي تاع الحليب اللي يكون بدرجه حراره الغرفه مادام الجو سخون، واذا الجو بارد اكيد راح نخليوه دافي. راح نبدا نحط في الكيله تاعي تاع السميد تاعي هنايا. بالنسبه للسميد ما تحكموش، قادر يدير لك من 3 كيلات حتى 4 كيلات. الكيله الاخرى تاع السميد راح نحط فيها 2 حتى 3 خمارات على حسب الكميه اللي درتوها. وراح ندهن هنا البلا تاعي بالزيت ونحط الخليط نتاعي نديرو يعني السمك نتاعو ما يكونش عالي بزاف، ونحطو يطيب على 240 درجه حراريه من التحت ومن الفوق حتى يطيب حوالي 40 دقيقه حتى نحصلوا على لون ذهبي كما راكم تشوفوا. نعسلوها يعني العسل تاعي تكون سخونه والبسبوسه تاعي تكون بارده نوعا ما، ولا العكس يعني البسبوسه اذا سخونه لازم العسل تكون نوعا ما دافيه. وشوفوا القوام نتاعها ما شاء الله قدموها، وان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تجربوها ودعيوا لي، وما تنساوش اعجاب واشتراك القناه.